انا بفكر ان العربيات تمشي بالميه. احنا مش عايزين نقرب من ميتنا، احنا مش ناقصين. بالظبط، احنا عايزين الاتش 2. يعني ايه انت ازاي دي؟ المركز الاول ايه ده؟ يا ده احنا اوعى تبوظها. هنجرب حاجه كده حلوه وممكن ما تحتاجش ان انت تحط بنزين تاني. عملتها ازاي بقى؟ يا بومي هي تشتغل. يعني نموت كلنا. ايه رايك نجرب بس كده تجربه صغيره؟ انا عايز مكنه صغيره. انا مش ناقص اساسا. كنت انا بقى من العيال النيرد اللي هي بتروح المكتبه في الفسحه مش تلعب كوره وبتاع كده. مالك حلال. يا هتوصل يا هتلسع. بس يعني ربنا يستر. حط ده على قلبي كده تجرب. احنا كنا بنحلها يا رب تخلص عشان ننتهي. ما هو في هيدروجين، اي حاجه فيها هيدروجين كويس. بودكاست مع رفعت. في الزمن اللي احنا فيه ده ناس كتير بدأت تجري ورا الطاقة النظيفة، الحاجات اللي هي بدايل للطاقة القديمة. الناس اللي في مصر هنا في ناس منها كتير بدأت تجري عشان تشوف المواضيع دي، بس ما جريتش ورا العالم، جرت قبل العالم، حاولت تسبقه. الناس دي بدأت تشوف ازاي توصل لحاجات ممكن العالم كله بيجري وراها ولكن انهم يسبقوه. النهارده معانا باشمهندس محمد عكاشة، قرر انه يعمل نموذج لريادة الأعمال المخلوطة بالاختراعات، مش حاجة بس على قد الاختراع وخلاص. النهارده هيقول لنا ان الاختراع ده هيغير العالم ازاي الايام الجايه، وازاي الطاقه النظيفه هي المستقبل اللي احنا هنعيش عليه. باشمهندس برحب بيك. اهلا بيكم يا طبعا مقدمه بسيطه ولكن فيها حاجات كتير هتتقال خلال الحلقه تعرف الناس يعني ايه طاقه نظيفه اصلا. احنا خلال الايام اللي فاتت بدا العالم كله يقول لك التلوث ولازم نتحضر للاخضر، وازاي ان احنا البلاستيك لازم نعيد تدويره، وفي حاجات كتير موجوده في الزمن ده فيها تلوث، فاحنا عايزين نعيش بقى في نظافه. الكلام عن بدايل للطاقه الاحفوريه بتاعت زمان اللي هي زي ما بيقولوا ايه البترول والبنزين والحاجات دي، ما حدش عارف عنها حاجه. من الاخر احنا عايشين اليوم بيوم. ليه بيقولوا ان في طاقه نظيفه وفي هيدروجين اخضر؟ احنا سمعنا عنها قبل كده، بس يعني ايه اصلا هيدروجين الاخضر؟ خلينا نتكلم الاول، مش الهيدروجين الاخضر. هو الهيدروجين الاخضر طريقه لاستخراج الهيدروجين. تمام. يبقى احنا في البدايه ان دي طريقه من ضمن كذا طريقه تانية بنطلع بيها الهيدروجين. فنتكلم ليه اصلا الهيدروجين مهم. ليه الهيدروجين اصلا؟ ليه اصلا الهيدروجين؟ يعني ايه اللي يخليه مهم قوي وهو اللي يسوق المستقبل والحاجات دي؟ فهنقارن ببساطه. احنا هنعتبر الهيدروجين وقود زي اي وقود موجود، ولكن ليه الهيدروجين افضل من نظايره التانية زي ما حضرتك قلت الغاز الطبيعي والبنزين والديزل؟ فاحنا بنيجي بنقيس القصه دي بالطاقه الحراريه اللي موجوده في الوقود نفسه. فبنقول ايه؟ ان مثلا البنزين او الغاز الطبيعي او الديزل او الجازولين او كده بنعبر عنه بوحده قياس وهي الميجا جول. دي كميه الطاقه اللي موجوده لكل كيلو جرام من هذا الوقود. فهتلاقي ان في الغاز الطبيعي او البنزين او الحاجات دي كلها من 30 ل 40 ميجا جول. تعالى الهيدروجين كام؟ 120. يا ده 3 اضعاف. من 3 ل 4 اضعاف. فبالتالي هو كطاقه عاليه جدا مقابله للحجم اللي موجود. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، احتراق الهيدروجين بينتج عنه ايه؟ بعد ما تحرقه شويه بخار ميه، هيتحرق هيتحول ل H2O، بخار ميه. فاذا الهيدروجين نفسه مهم جدا. ده اول حاجه. عايزين بقى نستخرجه زي ما قلنا ان الهيدروجين الاخضر او كلمه اخضر هي وسيله من طرق استخراج الهيدروجين. ففي عندنا الوان تانية. يعني عندنا مثلا الهيدروجين الرمادي. الهيدروجين الرمادي ده بيطلع من غاز الميثان. نسخن الغاز قوي نستخلص منه الهيدروجين ويطلع ذرات الكربون لوحدها. تمام. بس انت بتطلقها في الحاله دي فين؟ ولا في الجو. فدي كارثه. رجعنا لنفس المشكله القديمه. هي فبس كده بقى اسمه رمادي. طلعت هيدروجين بس بقى اسمه رمادي. طب هاخده هدفنه في الارض بقى اسمه ازرق. اخر حاجه بقى احنا عايزين نوصل لها ايه؟ الهيدروجين الاخضر. ان انا اطلع الهيدروجين ده من مصدر نظيف. يعني ايه؟ يعني الهيدروجين موجود في كل حته في الكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلى اكتر عنصر منتشر هو الهيدروجين. الشمس نفسها قائمه على الاندماج اللي بيحصل ما بين ذرات الهيدروجين، والاندماج طاقته اكبر من طاقه الانشطار. فيعني حاجه ضخمه جدا. طيب موجود فين تاني؟ اكتر حاجه موجوده على كوكب الارض ايه؟ الميه. H2O، صح؟ يبقى هو موجود في هي محيطات المساحه اللي في الارض اغلبها ميه. بالظبط 70%. فاحنا عايزين نستخرج الهيدروجين اللي موجود في ال H2O. هنطلع ال H2 لوحدها ونطلع ال O لوحدها. سنة 1800 اكتشفوا طريقة التحليل الكهربائي للمية، اللي هو قالت يعني ببساطة شديدة جدا لو أنا عندي قطب موجب وقطب سالب وحطيته في إلكتروليت أو محلول مية، والمحلول ده فيه أيونات حرة فيقدر ننقل الإلكترونات من الطرف ده للطرف ده، هنطلع هيدروجين عند جنب وهنطلع الأكسجين عند جنب بمنتهى البساطة بقى. ومش هنخش في كسود وأنو تفاصيل كتير، مش من غير تفاصيل. من غير تفاصيل. طيب يبقى انا ازمتي دلوقتي ان انا اجيب كهرباء تحلل الميه. عشان اجيب الكهرباء دي لازم تكون جايه من مصدر طاقه نظيف. اجيبه منين؟
مصادر طاقة طبيعية. فبالتالي لو أنا عندي solar panels محطات شمسية، يعني ألواح شمسية هتطلّع لي كهربا، توربينات، حركة مَيّة، أي مصدر يقدر يولد كهربا ولكن يكون جاي من مصدر طبيعي. once إن أنا أخدت الكهربا دي، فدي كهربا نظيفة، أحلّل بيها المَيّة، أطلّع بيها هيدروجين، يبقى كده أنا أخدت الهيدروجين الأخضر، يبقى أنا استخدمت الهيدروجين. هتقول لي طب ما أنا خلاص ما دام طلّعت كهربا أنا عايز إيه تاني؟ لأ خلاص أنا خدت أصلًا الطاقة اللي أنا محتاجها من الأول. خلاص ما أنا ليه بقى أحوّل الهيدروجين بتاعي؟ آجي أقول لك التركاية هنا في إيه، أنا طلّعت طاقة كهربائية جاية من الشمس، جاية من الرياح بتاعتي، أخزّنها إزاي؟ محتاج البطاريات، مضبوط. هانقلها من قارة لقارة إزاي؟ يبقى بالتالي أنا لازم أغيّر صورتها وأخلّيها قابلة للنقل والتخزين، وده هنتكلّم فيه يعني كمان شوية، تمام. في إزاي بقى ننقل الهيدروجين ونتعامل معاه والقصة دي. فمن هنا جه المصطلح بتاع الهيدروجين الأخضر. طيب باشمهندس، إحنا عايزين نعرف إزاي رؤيتك أو رؤية الشركة عندك لإن الطاقة النظيفة دي هتحل محل الوقود الأحفوري أو الحاجات اللي هي زي البنزين والغاز والطبيعي والكلام ده، إمم. اللي ما عادش مناسب للعصر اللي إحنا فيه دلوقتي. أولًا يعني إحنا اتكلّمنا على أول حاجة الوقود الأحفوري بيعملها، الانبعاثات الكربونية. الانبعاثات الكربونية وصلت لدرجة إن إحنا ما عادش فيها هزار، لأ خلاص إحنا دخلنا في أزمة احتباس حراري، ثقب أوزون. ذرّات مسخرة طبعًا. يعني العالم كلّه أدرك 100% إن ما ينفعش إن إحنا نضيف كربون تاني للكوكب، وده بقى اتجاه صناعي قبل ما هو كمان يبقى اتجاه بيئي. فهتلاقي حتى في أوروبا منعوا المصانع اللي بتضر البيئة وبتطلّع أكسيد كربون، ونبدأ ننقلها لدول تانية زي الهند وباكستان والحتت دي ده وبتاع. كمان سمعنا إن أوروبا يعني قررت إن في سنة من السنين في وقت قريب إن هيبطلوا ينتجوا نهائي عربيات تمشي بأي حاجة غير بالضبط. الطاقة النظيفة. بالضبط. فالعالم كلّه رايح لسكة إن هيبقى هيدروجين وكهربا. وخُد بقى المفاجأة، الهيدروجين ممكن يتحوّل لكهربا. يعني إحنا اتفقنا إن إحنا بنحلّل المَيّة فبنطلّع هيدروجين وأكسجين، اعكس بقى العملية، حُط هيدروجين مع أكسجين هتطلّع كهربا. يعني أنت جبت فحاجة الطبيعة جابت هنا وهنا. بالضبط، في حاجة اسمها إيه الfuel cell. فإحنا دلوقتي بنقول الوقود الحفري مُضِر للكوكب، هيعمل مشاكل، واستمرارنا في حرقه ودخوله في الصناعات هيؤدي لكوارث مستقبلية بعدين، دي حاجة. والحاجة التانية إن هو بيخلص، يعني هو مش مضبوط، موجود هو موجود بشكل تحت دايم. في باطن الأرض، الناس بالضبط. تخرجه. أيوه. خلص. خلصت تمام كده. عشان كده حتى يعني تلاقي أمريكا دلوقتي، أمريكا طول عمرها بتاخد البترول من الدول العربية أو من دول الخليج ومحتفظة، مع إن أمريكا من أكبر الدول اللي عندها مخزون نفطي، بس مضبوط. كانت سايباه للأجيال القادمة. طيب دلوقتي النهارده تشوف إن أمريكا زودت استثمارها في استخراج البترول، ليه؟ عايزة تخلّص تستفيد منه النهارده، لإن قدّام بالضبط. ممكن ما لأنها نحتاجوش عارفة أصلًا. إن خلاص العالم كله ماشي في سكة إن إحنا نبقى في طاقة نظيفة، وإن الهيدروجين والكهربا هم اللي هيقودوا العالم. فده التوجه الأساسي، إن الصناعة دي هتبقى من أقوى الصناعات اللي موجودة، والدول العربية والدول الأفريقية هتحتل فيها المركز الأولاني لو أضفنا ليها حتة التكنولوجيا. الوطن العربي وأفريقيا هيبقوا من أوائل الدول. فلو أنت برضه بصيت يعني لشكل كده زي ما إحنا اتفقنا، إحنا محتاجين كهربا ومحتاجين مَيّة عشان نقدر نطلّع هيدروجين، مضبوط. صح كده؟ الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الجوفية موجودة في أوروبا؟ لأ طبعًا. مش مش بنفس بنفس القدرة القدرة اللي اللي عندنا عندنا في طبعًا، أفريقيا، طبعًا. صح؟ أنا عايز أقول لك إن طاقة أفريقيا 1% بس من طاقة الشمس اللي موجودة في أفريقيا تكفي لإنارة العالم كله، 1%. 1%. ده 1%. إحنا ما جيناش جنب الباقي خالص. يعني. 1%. فبالتالي الطاقة موجودة عندنا، بس ما عندناش التكنولوجيا. فالدول الغربية، الاتحاد الأوروبي كله، أمريكا وروسيا والصين، كل الناس دي دخلت في السباق التكنولوجي، قالت إحنا عايزين بقى نخش بقلب كده جامد في التكنولوجيا، لأن إحنا ما عندناش طاقة. فييجي عندنا طب أنا هابيع لك التكنولوجي، هاعمل لك الelectrolyzers الحاجات اللي بتطلّع الهيدروجين دي، وهاخد من عند حضرتك الطاقة. طلّعنا الهيدروجين هنسيّله وهننقله وهناخده وهنستفيد بيه وكله هيبقى إيه، مزاجه حلو. ده ببساطة اللي بيحصل. فلو أنت أضفت التكنولوجيا مع الموارد اللي موجودة معاك، أنت كده قفّلت الحل، أنتجت طاقتك بنفسك وبقى عندك مخزونك الكافي، وتقدر بقى أنت اللي تسوق العالم للفترات اللي جاية يعني. طيب علشان ما يجيش يوم الناس تعمل لنا التكنولوجيا ونبيعها أو تبيعها لنا يعني آه. وتبقى عندنا. أنت النهارده عملت مشروعك الخاص، المشروع ده أكيد بدأ بشكل بسيط وبدائي جدًا، جدًا، جدًا. صح. أولًا بدأ إمتى إمم. وبدأ إزاي وواصل لأنهي مرحلة دلوقتي؟ بُص، بدأ إمتى دي حدوتة، يعني هاخدك بقى بالزمن كده حوالي 20 سنة نرجع أو لورا شوية. 22 سنة أكتر بتاع. لمّا أخدنا زي ما اتكلمنا من شوية التحليل الكهربائي للمَيّة، ده كان درس في العلوم في سنة تانية والّا تالتة. كنت أنا بقى من العيال الnerd اللي هي بتروح المكتبة في الفسحة مش تلعب كورة وبتاع وكده، اللي فأنا هو عارف. نخلّص في خلال الدرس أنت اللي كنت بتسأل المدرس. أيوه أنا العيل أيوه الbasic بالضبط. واحل المعادلة بمرتين و3 وطريقة
طريقه اخرى، عارف انت لو احنا كنا بنحلها يا رب تخلص عشان ننتهي. بالظبط نجيب لها طريقه تانية. فكنت كده، فكنت عارف ان الهيدروجين ينفع ان احنا نستخدمه كعود. ففي الفسحه عادي بقول له المغرب صاحبي اللي هو الشريك ده ويعني الانتيم بتاعي، انا بفكر ان العربيات تمشي بالميه. قال لي ازاي؟ قلت له عادي هنحلل الميه هنطلع الهيدروجين هنحرقه. هو الموضوع مش بالبساطه دي بس ولغايه انت كان دلوقتي. وقتها انت شايف ان الموضوع طبعا يلا انا لازم اعمله. هينفع اه يعني نظريا هطلع. ما كنتش بقى فاهم ان لا الطاقه الكهربائيه دي مش هتنفع هنا وهتنفع هنا انجل. فقال لي طب يلا نروح لمدرسين العلوم. اخدته ورحت لميس منى، انا فاكرها لغايه النهارده والله. فقالت لي بص يا محمد الموضوع يعني مش زي ما انت بتقول الهيدروجين موجود في الشمس بس. ازاي؟ طب ما احنا لسه اخدين درس ان احنا بنطلعه. لا لا ده كلام نظري مش ما تمش اثباته يعني. طيب ماشي خلاص زي الفل. رحنا لمدرس تاني كان الله يمسيه بالخير استاذ عبد الله بن نجم. فرحت قلت له والله يا مستر الموضوع 1 2 3 4 وانا بفكر في كذا انت ايه رايك؟ قال لي والله العظيم يا محمود كلمه انا فاكرها لغايه دلوقتي. قال لي انا هقول لك حاجه، انت حاجه من حاجتين، يا هتوصل يا هتلسع. والله ومن ساعتها بقى الحلم اتركن، يعني خلاص الموضوع اتركن تماما وما فكرتش فيه وخلاص نظري ويا هوصل يا هلسع. فانا مش ناقص اساسا. مش ناقص. ودارت الايام بقى ودخلت الكليه، ومن عجائب القدر انا ما كنتش عايز ابقى مهندس ميكانيكا، انا كنت عايز ابقى معماري. ولكن ربنا اراد دخلت في الميكانيكا. بعد كده الحمد لله يعني اشتغلت على نفسي فيها ودخلت بقى في حاجه تانية بعيد عن المجال ده تماما. هي ميكانيكا وبعيد عن احلامك وبعيد لغايه ما والدتي توفت الله يرحمه رحمه الله عليه. فيعني انا كنت متعلق بيها جدا. كان شوك بقى جامده حصلت قلبت موازين الحياه 180 درجه. فساعتها عارف انت العيل اللي عايز اي حاجه يتشغل بيها، مظبوط. حاجه تاكل وقتك، حاجه تفكر فيها ليل نهار، حاجه تعوض الفقد ده. مم. ده فعلا اللي حصل. فبدات ادور في الحاجات اللي موجوده. الشغل مش كفايه بس، لا انا عايز اعمل حاجه تانية اكبر. ظهرت بقى ايه فكره اللي انا ارجع تاني نعمل ابحاث وتجارب ونخش المجال ده من الاول. مظبوط. والعالم دلوقتي بدأ يفهم، يعني لا انا بتكلم على العالم مش الوطن العربي، العالم كله بقى فاهم ان في حاجه اسمها هيدروجين اخضر وان احنا ممكن نعمل كذا ونعمل كذا. في الوقت ده او في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في محطات بتتعمل للهيدروجين الاخضر، ولكن الالكترولايزرز نفسها او الاجهزه اللي بتطلع الهيدروجين اللي زي ما قلنا بتاخد كهرباء وتديها ميه فتطلع الاكسجين في حته الهيدروجين في حته دي بتستورد من بره. وشركات كانت بعيده برضه، يعني بوش مثلا، شركه بوش مظبوط. عالميه عارفين بتعمل الكترولايزرز وهي المتبنيه القصه في الصناعه بشكل قوي جدا يعني. فقلت طب انا هجرب. الفكره نفسها بسيطه ولكن صعوبتها في الار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت، صعبه جدا. فانت بدات وبتفرمل حبه، طب احنا هنجرب نستخدم الماتيريال دي، طب دي مش نافعه، طب هنجرب دي، طب تركيز الميه مش عارف ايه. تفضل تجرب 1 2 3 4. لا استنى انا هقطعك بقى، انا عاوز اه افهم حاجه معلش. اه الار ان دي يعني احنا بنتكلم في الريسيرش، يعني احنا هنعمل ابحاث طب وفي الديفلوبمنت. اه فالابحاث تودينا لتطويرات وهنعمل حاجات اه المفروض دي بتتكلف. يعني ايه انت ازاي دي؟ تبدا بقى ايه من مالك من مالك. تجرب. مالك حلالك. اه اه كل السيفنجز بتاعتك خلاص ما انت حطيتها في دماغك. تمام. حطيتها في دماغك يبقى ان شاء الله تعملها. ان شاء الله. فطيب الموضوع محتاج ايه؟ نذاكر. فاول حاجه نذاكر. فقعدت مثلا بتاع 6 شهور 7 شهور ما بعملش اي حاجه الا اني بذاكر هيدروجين فقط ونشوف تفاصيله الكامله بقى. كامله ونشوف اخر الابحاث اللي موجوده هنا ايه ومعادلاته هنا ايه وكذا 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 وكذا. بعد كده تبدا تعمل موديل. اكتشفت ان لا والموديل ده غالي برضه مش رخيص. يعني انت عشان تعمل موديل صغير قلت انا هاخد الريسك، تصرف وتجرب وتشوف مفيش نتيجه. طب ايه نستسلم؟ لا هنجرب. طب الديورابيلتي بتاع الكلام ده لا وحش، ما ينفعش، لا مش عارف ايه ما ينفع. بتغرز. بعد كده توقف، ما خلاص ما انت فلست. اه فتركز في شغلك تاني لغايه ما ربنا يكرم بفلوس تانية. ما تتعلمش بقى وتقول لا خلاص انا اتقرصت، لا لا انا ما انا هكمل. هستنى اشتغل عشان ارجع تاني اكمل. وهكذا فضلت بقى ايه تعمل كذا وتعمل كذا. ولغايه دلوقتي احنا كاش بيرن، لغايه دلوقتي احنا بندفع من غير انكم. مظبوط. وده لان زي ما قلت لك ان القصه في الار ان دي هي الاساس. انت ممكن تعمل ديزاين. طب هي الدوله فين من الكلام ده؟ لغايه دلوقتي احنا عايزين نتسمع، يعني دي ازمه ان لغايه دلوقتي احنا ما فيش حد سمعنا. يعني حتى في تسجيل براءة الاختراع كل حاجة فمتطلبات كتير جدا وورق كتير جدا. وخش على الويب سايت هتلاقي الويب سايت ما في مش عارف تسجل حتى عليه عشان تقول انا عايز اسجل براءة اختراع. لسه ما زالت نفس الروتين والحاجات البيروقراطيه القديمه. حاليا التكنولوجيا هي اللي هتخلي اي بلد في الكوكب يقوم. امم. ليه بقى؟ تكلفة التكنولوجيا ارخص
من الحاجة الphysical. مضبوط. يعني مثلًا أنت لو بصيت على الموبايل، كلنا عارفين إن الأيفون بيتكلف يعني كلام فاضي، يعني ممكن $300 10 بالكتير مثلًا. $10 والله و20$. فالcomponent نفسها مش غالية، مضبوط. بس الtech اللي هم بيهتموا يضيفوه على الحاجة، هو ده اللي بيعمل لها value، هو ده اللي بيخلّي الproduct ده لأ سعره غالي. طيب يبقى بالتالي إحنا استثمارنا المفروض إن هو يكون في التكنولوجيا رقم 1. وهادّيك مثال تايوان. تايوان وعارفين الصراعات اللي الصين عايزة تستولي على تايوان طبعًا عشان الchips الchips اللي موجودة في TSMC. TSMC. أنت متخيل شركة عملت اقتصاد دولة وبتصدّر لكل حتة في العالم وإن بقت مطمع. طبعًا. إن إحنا يا سلام إحنا لازم تاخد ناخدها. بالضبط من إيه، من chips التكلفة بتاعتها قليلة جدًا وبتصدّرها في البلاد. فالتكنولوجيا هي اللي هتخلّينا نطلع لغاية قدّام. من غير تكنولوجي جميل إن أنت تعمل مصانع، جميل إن أنت يبقى عندك كمية متنوعة من المنتجات اللي إحنا بنسميها دلوقتي بقت تقليدية. ما موجودة بقى مصنع بيعمل بلاستيك، مصنع بيعمل مش عارف أسمدة، مصنع بيعمل مش عارف إيه بقى، حاجات كتير. الصناعات العادية جميلة إنها تبقى موجودة، بس مش هي اللي هتخلّي الاقتصاد مُربح. الربحية بتيجي من التكنولوجيا. عشان كده دايمًا يعني هتلاقي برضه نفس الأمثلة الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والصين، التطوير اللي عندهم في الtech كل ما هيستثمر فيه أكتر، كل ما هيقدر يطلّع منه product. ما هو الموضوع مش علم بس، الموضوع إن أنا ممكن أفضل أذاكر ليل ونهار، بس إزاي أطوّع العلم ده إن أنا أطلّع الproduct ده يكون ناجح وينفع إن هو يتباع للناس. هي دي الadded value. فإحنا لو اهتمينا بده، لأ إحنا عندنا كل حاجة، يعني نطير. طيب باشمهندس قُل لي، أنت إمتى بدأت تحس إنك بدأت تقوم تاني؟ يعني أنت بدأت تقوم ووصلت لحاجة، وصلت لإيه بقى؟ أنا زي ما قُلت لك إحنا بدأنا بقى نجرّب مرّة، في 2، في 3، في 4 لغاية ما قُلنا هنعمل موديل. نموذج بقى. نموذج بقى صغير قبل ما تعمل prototype ينفع إن هو يتباع، أو إن أنت في الوقت ده أصلًا ما كنتش عارف نقطة مهمة. إيه هي؟ إن إزاي الفكرة أطلّع منها product. يعني أنا عندي الفكرة، بس أنا مش بكرة الصبح ينفع أقول أنا هاعمل محطة هيدروجين أخضر، يعني مضبوط. مش منطقي. ما هتعملها إزاي؟ يعني أنت بتتكلم بقى ده توجُّه دولة، وكيان دولة هتروح تقول لهم مساء الخير أنا عملت لكم electrolyzer أهو خدوه حطوه لأ طبعًا لأ يعني. طبعًا. فكان لازم البداية تكون إن أنت تقول يا جماعة أنا باشتغل في ده آه. كoverall. تدّي بقى أنا باشتغل في ده أو أقدر أشتغل في ده، حلو. بس اللي ينفع إن أنا أعمل لك منتج أنت كأحمد تستفيد بيه، أو كلية تستفيد بيه، أو مش عارف إيه يستفيد بيه، أو أطلّع منه جهاز يعمل حاجة. فده كان التوجُّه، إن الفكرة العامة أبدأ أسحب منها منتجات، مضبوط. عشان ينفع إنها تبقى موجودة في السوق. لكن بكرة الصبح أنا عايز scale كبير، يبقى أنا باضحك على نفسي. فكانت البداية بقى إن إحنا إزاي نبدأ نقول أصلًا إن إحنا موجودين. تمام. دي أول حاجة. عملتها إزاي بقى؟ عملتها إزاي؟ كان في الوقت ده إحنا بيتعمل عندنا في بورسعيد بقى له سنين طويلة، يمكن من 2013 مثلًا أو حاجة زي كده، حاجة اسمها يوم هندسة بورسعيد. يوم هندسة بورسعيد في جامعة بورسعيد. في جامعة بورسعيد. يوم هندسة بورسعيد ده كل الكليات بتاعة الهندسة بتيجي، اللي عنده مشروع تخرُّج ييجي، الطلبة اللي متخرّجين بقى لهم فترة، حد عنده فكرة جديدة عايز يعرضها يعرض. فقُلنا طب ما نشارك يعني، نشارك ونقول للناس. وطبعًا بيبقى في دكاترة هم اللي بيقيّموا المشاريع اللي موجودة ويقولوا إن الفكرة دي worth it والّا لأ، ينفع والّا لأ، وبتتقيّم. فشاركنا. فإحنا داخلين بنجرّب، إحنا لا عندنا حاجة ولا عندنا product ولا بنقول إحنا جوّه. لأ، ده إحنا لسه برّه وعايزين نخبّط ونخش. قدّمنا وعملنا برضه موديل صغير كده وعرضناه، وكان هدفنا إن إزاي الموضوع ده يبقى على scale صناعي. بمعنى دلوقتي الصناعات الكثيفة في مصر، والصناعات الكثيفة هنا أقصد بقى إيه، الصناعات اللي بتستخدم طاقة حرارية كبيرة. يعني حديد وصلب بقى، إسمنت، حاجات زي كده. بالضبط، حديد وصلب، إسمنت بالضبط كده، أسمدة، إزاز، سيراميك. الحاجات دي كلّها بتستهلك كمية طاقة حرارية كبيرة جدًا. الطاقة الحرارية دي زي ما إحنا قُلنا، لو أنا وفّرت لك بديل تاني فيه طاقة حرارية أكبر من الطاقة الحرارية دي، ده كويس جدًا، صح؟ طيب ده رضا أوي. جدًا. طب ليه بقى الصناعات الكثيفة؟ عشان الصناعات الكثيفة بطبيعتها لازم تبقى مساحتها واسعة. فشوف بقى اللينك هييجي منين، إن المساحة الواسعة دي أنا هاجي هاسقّف الهانجر من فوق خلايا شمسية. حلو. فبقى عندي كهربا. حلو جميل. الكلام. آخد الكهربا أدخّلها على electrolyzers أطلّع منها هيدروجين أحرقه مكان الغاز الطبيعي. فكرة very simple. مضبوط. بسيط. ما أنت عندك خدناش حاجة إحفورية في الموضوع كله، خالص. الدايرة ما فيهاش حاجة زي دي. بالضبط كده. أنت عندك مساحة مش مستغل، ده سطح. يعني السطح ده لو أنا سقّفته هنطلّع شوية كهربا نشغّلهم يعني، وهاعوّض لك الإيه، الطاقة. لو عملنا saving فده حلو.
يعني لو قللنا استهلاك الطاقه 20% 30% ممتاز. ككوست كويس، كحفظ للبيئه كويس، لان خلي بالك المصانع دي بتدفع مقابل انها بتلوث البيئه ضرائب وحاجات، يعني اكيد الموضوع طبعا مش سهل. كتير. فبالنسبه للمالك كويس، بس ستيل ان ده سكيل كبير، انت ما تقدرش تخش فيه، وحتى لغايه دلوقتي ما تقدرش ان انت تقول انا هعمل 1 2 3 4. لازم يبقى فيه انفستمنت، لازم تبقى الدوله بتدعمك، لازم يبقى فيه موافقات، لازم يبقى فيه حاجات كتير جدا وقوانين بقى تبدا تتظبط على الكلام ده. ما هو ما فيش حد هيقبل ان انا اقوم رايح كده مساء الخير اتفضل الكترولايزر، يعني مش هتحصل، لازم اكيد. يقنن اوضاع الكلام ده. فدي نقطة. فدخلنا عرضنا الفكرة، وكان في ناس موجودين من غاز مصر استمعوا ليها ويعني اقتنعوا بيها قوي، زائد الدكاترة طبعا اللي كانت موجودة من كل الجامعات وبتاع. وخلص اليومين وخلاص. تاني يوم رحنا الاحتفال، انا قلت بقى للتيم يعني طبعا احنا جايين نقضي وقت حلو، واحنا تمثيل عرضنا الموضوع مشرف وخدنا شويه كلام من الناس عشان نستفيد لنفسنا. بالظبط بالظبط. حتى كان ما كانش اسم المشروع، ما كانش هيدرو اكس، يعني كان اسمه ذا فيوتشر ثيول حاجه كده يعني. ما كانش فيه هيدرو اكس ولا قلنا شركه ولا بتاع ولا اي حاجه. فاحنا قاعدين كده بيعلنوا بقى الايه المشاريع الفايزه، واحنا قاعدين عادي مش متوقعين. انت خلاص بقى بنهزر. بنهزر. المركز الاول ايه ده يا ده احنا، والله العظيم ما احنا جن. اه احنا طلعنا الحمد لله وكرمنا والمحافظ كرمنا وبتاع. فكانت هي دي بقى الايه دي الدفعه الامام اللي خلتك انك بالظبط. تدوس في الموضوع. اللي احنا ممكن ناخد الموضوع ان عايزين نعمل شركه، وان عايزين زي ما قلت لك من شويه نطلع برودكت من الفكر. تمام. فهنطلع برودكت 2 3 4، بس احنا برضو هدفنا مش البرودكت الصغيره اللي احنا بنعملها، لا احنا عايزين فعلا نوصل لمحطات هيدروجين اخضر، ان احنا نعمل الكترولايزرز بدل اللي احنا بنستوردها من بره. طيب ده هيتوفر ازاي؟ هنتكلم فيه كمان شويه. فكانت هي دي القصه. بدانا الاول اجهزه كده صغيره، دي بتحسن كفاءه المحركات، مش عشان هي بتوفر في البنزين، ولكن هي بتحسن من خصائص الوقود اللي بيخش المكنه. احنا اتفقنا ان الاحتراق اللي بيتم في المكنه بيطلع عنه كربون. يعني انت ساعات تروح مثلا تاخد عربيتك يقول لك والله البستون من فوق مكربن فيه كربون كتير، فده بيقلل جوده الاحتراق. ان الاحتراق ما بيحصلش 100%. لما بدخل هيدروجين ما فيش كربون بيتكون على البستون، فبالتالي الاحتراق بيحصل بنسبه كام؟ بنسبه 100%. 100%. وبتلاقي حتى الشكمان من بره، يعني علبه البيئه لو فيها مشكله بتتحل وهكذا. فده كان اول ايه، اول برودكت نبدا نعمله. يعني الحدوته بقى اللي يعني ان التجارب الفتره اللي فاتت دي اللي عدت وبحبها قوي، ايه هي؟ طلبه كويسين جدا ومحترمين جدا بيتواصلوا معانا، يا جماعه احنا عندنا مشروع وعايزين نشغل محرك ديزل بالهيدروجين 100%. 100% يعني مش هيخش له ديزل ولا اي حاجه، احنا 100% هندخله هيدروجين. انا كنت عملت القصه دي في وقت التجارب، يعني مظبوط. انا عايز اطمن بقى، فعملت ايه؟ بس كان تروسيكل. والله انت بتشوف ابسط حاجه بقى. ابسط حاجه، ما كان تروسيكل، وكنت مجمع الهيدروجين في اسطوانه فريون، يعني حاجه، بص، حاجه في حاجه، ده انت من تحت. علبه حلاوه في البيت. طلعنا الترازر موجود، وكنت موصله كمان عايز كهرباء دي سي، فانا هجيب الكهرباء الدي سي ما عنديش الواح شمسيه، فرحت جايب ترانس الحام. هي حاجه انت جايبه. بص الهدف ايه؟ انا عايز كهرباء جميل، عايز كهرباء دي سي يعني موجب وسالب مش الترناتيف، فمفيش خلايا شمسيه، نجيب ترانس اللحام نوصله، طلعنا هيدروجين طلع زي الفل. نعبي في اسطوانه فريون، رحت معبي في اسطوانه فريون فاضيه فكيمتها وعبيتها. بعد كده نجرب. فكان في واحد شغال معانا معاه تروسيكل، قلت له بقول لك انا همشيك بالله. انا هجيب لك ايه رايك نجرب بس كده تجربه صغيره؟ انا عايز مكنه صغيره هجيبها منين؟ اوعى تبوظه. ما خلاص الحمد لله عدت. قال لي انت بتقول ايه اصلا؟ قلت له والله ان اصل انت مكانتك صغيره كده، وهنجرب حاجه كده حلوه وممكن ما تحتاجش ان انت تحط بنزين تاني. طبعا ده ما انا هروق اعرفش. على مزاجك. انا ما اعرفش ساعتها ينفع ولا لا. بس يعني ربنا يستر. ورا قلبي حاطط ده على قلبي كده، قلت اجرب. فضينا بتاع المكنه دي خالص من البنزين، ما عادش فيها نقطه بنزين، اللي هو يدور ما تدورش. وبدانا ايه، نحقن هيدروجين. وانا طبعا قلبي على يا بامي هي تشتغل. يعني نموت كلنا. جربنا المكنه اشتغلت ودارت وفعلا. فدي كانت اول ايه، اول حاجه انا اعملها. فبعد كده جولي بقى الطلبه بتوع معهد العريش، كان في طب معهد وانت العريش. هتدي له شمه فين بقى بعد كده؟ ما انت خلاص هيرجع تاني. خلاص بقى مش مشكله، حطيت له بنزين. ارجع بقى للبنزين. احنا انا جربنا شفت اللي انا عايزه خلاص. ده اللي حصل والله. فجم بقى الطلبه بتوع معهد العريش دول، قال لك احنا عايزين نعمل 1 2 3 4. وكان المشروع تبع يعني دكتور وصديق يعني حبيبي قوي، وهو ما شاء الله شاطر جدا في الديزل، اللي هو دكتور اسلام براي. فقال لي ايه رايك
قُلت له: "تمام." قُلت له: "بس أنا جرّبتها مرّة وكان على بنزين، هو ده بقى بحث علمي هم يكمّلوه، لكن أنا ممكن أعمل لهم خلية تولِّد هيدروجين." ياخدوا بقى هو عندهم أزمة إن هيجيبوا الهيدروجين منين؟ مضبوط، يعني الهيدروجين ده مش بيتباع في السوبر ماركت يعني. أكيد. فقُلت لهم: "طيب خلاص ما فيش مشاكل، ادّوني بس وقت كده أقعد أدرس وأحسب وأفصّل وأصنّع." وفعلًا عملنا خلية بتنتج هيدروجين عشان هم ياخدوها بقى يوصّلوها على المكان. عدّى شهر، 2، الناس شغّالة، قاعدة تعمل تجارب إيه الأخبار؟ شغّالة، تمام والله زي الفل. لغاية بقى الحمد لله ما تمِّت وعملوا تجارب عليها وقاسوا النواتج بتاعة الاحتراق، ما فيش كربون طبعًا، ولكن في بقى النواتج التانية. أكيد اللي هو طبعًا. إن في NOx لا أكسيد النيتروجين. طب ما دي بسبب إيه؟ بسبب إن المعدن نفسه بتاع المكنة مش مؤهل للتعامل التام مع الهيدروجين، يعني ده متصمم إن أنا أشتغل مع ال40 ميجا جول اللي اتكلمنا عليهم في اللي الأول، في الأول خالص مش ال120. ففكرة إن أنا أشغّل مكنة بالهيدروجين تمامًا، لأ. لازم تكون أساسًا متضبّطة من البداية بالضبط. بشكل أو material نفسها تستحمل طبعًا ده. مش هنستحمل. فده بقى يعني دي نوّرت حاجة تانية، بس لسه شغالين عليها على الورق، إن إحنا نعمل مكنة تشتغل بالهيدروجين. طب ده يعني أنا عارف إن أنا باقول لك الكلام ده يمكن كمان 10 سنين، يمكن 20 سنة أقول لك الحمد لله فاكر لمّا كنا قاعدين وحققناه، لإن الموضوع مش سهل إن أنت تصمم مكنة، لا في إمكانيات صناعية موجودة عندنا، ولا في دعم فني، ومحتاج رأس مال ضخم جدًا عشان تجرّب إن أنت في النهاية تعمل مكنة. دي حاجة، بس ليه مهمة وليه بافكّر فيها من دلوقتي؟ عشان كمان 10 سنين إحنا اتفقنا إن القصة كلّها تبقى في الهيدروجين والكهربا. مضبوط. طيب كمان 10 سنين أعتقد إن شاء الله يعني، إن الهيدروجين ده هيتباع في البنزينات مكان الغاز الطبيعي ومكان مكان البنزين، هيبقى عادي جدًا once إن إحنا حلّينا مشكلة نقل وتخزين. فاللي هيبدأ دلوقتي يفكّر بس، يفكّر في الحتّة دي، لأ ممكن إن شاء الله ربنا يكرمه كمان 10، 15 سنة. دي يعني الحدوتة بتاعة الكام شهر اللي فاتوا. طيب مصر بما إن إحنا قاعدين فيها وحابين إن هي تتطور، آه. هل شايف إن مصر فيها إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية كعقول؟ يعني أنت مش كل الناس موجودة، ولكن هل الموضوع فيه إمكانيات في مصر إن إحنا نبقى عندنا الريادة في ده؟ مصر إحنا معديين ال100.000.000، يبقى تمام. بديهيًا كده إحنا ما عندناش إلا الناس، بديهيًا. يعني لا عندنا موارد طبيعية سهل استخراجها، إحنا عندنا موارد طبيعية، بس مش سهل إن أنت تستخرجها. يعني لغاية النهارده إحنا لمّا بنحتاج ننقّب عن البترول أو الغاز الطبيعي أو بنتفق مع شركات. بالضبط، بنتفق مع شركات ييجوا ينقّبوا. فبالتالي إمكانيات إن إحنا ندوّر على مواردنا بنفسنا غالية شوية، موجودة بس غالية شوية. مضبوط. يعني الثروة الحقيقية بتاعتنا في الناس. وزي ما اتكلمنا من شوية لمّا قُلنا إن الtech أحسن مليون مرّة من الصناعة العادية، الاستثمار في التكنولوجيا أحسن. طب الاستثمار في التكنولوجيا هييجي منين؟ من العقول طبعًا. طب أنا عندي 100.000.000 عقل، ف100.000.000 عقل علّمهم كويس، حُط لهم برامج. وده على فكرة بقى موجود دلوقتي، يعني تشوف مثلًا المدارس التكنولوجية اللي طالعة، ده ليه؟ أنا عايز أطلّع عقول تكون بتفهم. البحث العلمي، طول ما في بحث علمي هييجي لك حد يقوم طالع بفكرة ويقدر إن هو يجرّبها في المعمل، اللي تتجرّب في المعمل نفعت تنفع تبقى product. فده ممكن. فإحنا لأ نقدر، بس نهتم بشوية الحاجات دول، البحث العلمي والتعليم والناس. ال3 دول يقدروا يعملوا mix عظيم جدًا، يبقى كأنه ماكينة أفكار. ما دام المستقبل رايح في الحتة دي، في حتة الهيدروجين الأخضر، فالموضوع كله عبارة عن إيه، مركب وهتطلع من المينا نحو المستقبل. مش هيبقى بقى في لا غاز طبيعي، ولا هيبقى في الاعتماد الكامل على البترول كهو العملة الأساسية. لأ، ده خلاص أنت هتتحول بقى، هتمشي في حتة تانية. فاللي عايز يبدأ في هذا السياق لازم يركب المركب دي من دلوقتي. هتركبه بإيه؟ بالتكنولوجيا. فنقدر إن إحنا نعمل، بس نوفّر دعم، يبقى في R&D مضبوط، يبقى في بحث علمي، يبقى في اهتمام بالتعليم إن الحتّة دي مهمة جدًا ونعملها. زائد بقى إيه، الجميل اللي باشوفه كل سنة، ما فيش كلية هندسة في مصر تقريبًا إلا لمّا بيبقى في مشروع من مشاريع التخرُّج في الهيدروجين الأخضر. بس بتوصل لفين بقى بعد كده؟ هي بقى الحدوتة أهي، تُقف. ليه؟ برضه الطالب في النهاية هو بيعمل المشروع ده عشان دكتور قال له أنا عايز أعمل حاجة في الهيدروجين الأخضر. فالطلبة بيجمّعوا بعض ويقعدوا يذاكروا وبتاع ويطلّعوا المشروع بتاعهم. طب المشروع ده لازم يكمّل. طب الطالب قال لك لأ، أنا ما خلاص كده أنا اكتفيت ومش عايز أكمّل في الموضوع ده، مش حابب، حقّه. بس الجامعة نفسها تقدر إنها تكمّل. معاها النواة اللي تشتغل صح. بيها.
وteam تاني الteam ده خلاص مشى، يبقى هو ده توجُّه للجامعة، أنا هافضل شغّالة في الهيدروجين الأخضر وهاكمّل على شغل الطلبة اللي قبل كده، فنجيب طلبة تانيين يكمّلوا المسيرة وهكذا، 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 هيطلعوا بحاجة. يعني في جامعات في العالم بتسجّل براءات اختراع، إمم، مش دي بنشوفها كلّنا؟ مضبوط، ده جامعة كذا عندها براءة اختراع في الحتّة الفلانية، فريق بحث علمي توصّل لمش عارف إيه، إحنا ما عندناش الحتّة دي، عشان دي ما بنكمّلش، لأ، أنت اشتغلت النهارده على حاجة ما يبقاش مشروع واترمى. مضبوط. حد تاني ييجي يكمّل ويضيف. فيعني لأ إن شاء الله، يعني أعتقد إن لو ركّزنا بس في الحتّة دي هنقدر نجتاح يعني. طيب لو رجعنا تاني نتكلم على إن دي مركب واللي هيبدأها من دلوقتي هيوصل لحاجة كويسة، إحنا أساسًا التجارة في العالم كله مُعتمدة بشكل كبير على البحر، آه. ما بين إن السفن اللي بتعدّي، ما بين الحاجات دي كلّها، الوقود لمّا يتحوّل من وقود احفوري اللي هو بتاع الغاز الطبيعي والبنزين والكلام ده، يتحوّل للهيدروجين، إمم. هيوفّر علينا قد إيه؟ يعني سيبك بقى من البيئة، أنا معلش يعني البيئة دي مش كل الناس بتفكّر فيها، طبعًا. يعني يا عم باقول لك إيه، بلا مصانع بلا بتاع، أنا يا عم المهم الحاجة تيجي لي، صح. هيوفّر علينا إيه تاني؟ إحنا برضه الماديات بتفرق مع الناس. أكيد. هنا بقى هنتكلّم على حاجتين، أول حاجة عشان أطلّع هيدروجين أنا محتاج الأول أخزّنه وأنقله، مضبوط، هنتكلّم فيه. الحاجة التانية أنا هادفع مرّة واحدة، يعني هادفع في محطة أعمل خلايا شمسية وأدفع electrolyzers وأعمل حاجات كده، بس لكنّها حاجة مستدامة، كل ما هادّيها مَيّة كل ما هتدّينا هيدروجين، فبالتالي تكلفة استخراج الهيدروجين مع الوقت حتى وإن كانت عالية في دلوقتي، الأول في آه، الأول كان initial cost غالية، بس مع الوقت هتقِل، لإن هابقى استفدت كميات كبيرة جدًا من الهيدروجين فسعرها هيبقى أقل، ده ماديًا. استخدامه بقى كوقود هنا التركاية الكبيرة، ليه؟ كثافة الهيدروجين قليلة جدًا، يعني أقل من كثافة الهوا، فهو بيتطاير. طب إحنا عايزين نحافظ عليه عشان يبقى سائل، عشان ينفع إن هو يتضخ في أنابيب ويسافر من مكان لمكان أو يتحط في تنكات وبتاع. نيجي هنا لإسالته، إسالة الهيدروجين نفسه لازم تكون تحت درجة 270 درجة مئوية تحت الصفر، فدي حاجة معقدة جدًا. أو إن يتم يعني في برضه أبحاث دلوقتي شغالة في القصة دي، إن يتم خلطه النيتروجين، فيطلع لنا بيسموها إيه، الأمونيا الخضرا NH3. ما هو الهيدروجين أخضر جات على مضبوط، الأمونيا آه، خدّرها عادي. بالضبط كده، ما الهيدروجين اللي جاي ده هيدروجين أخضر، طيب يبقى هيدروجين أخضر مع أمونيا، الاتنين دول هيكوّنوا وقود اللي هو NH3، أمونيا خضرا، وده وقود قابل للاحتراق، فده المستقبل، التكلفة هتقل، تكلفة الوقود، وهتكون صديقة للبيئة، يعني لإنها الاتنين متوزّعة هيتحقق التكلفة على السنين، يعني النهارده بالضبط. دفعت مثلًا 1.000.000 صح. ال1.000.000 ده قعد معايا مثلًا 15 سنة، صح. فأنت اقسمها بقى، آه. واللي هتدفعه النهارده قدّام هتدفع أضعافه لو ما كنتش دفعته النهارده. بالضبط، الله ينوّر عليك. وخلّي بالك برضه يعني في نقطة في موضوع الطاقة النظيفة، إيه هو؟ هي نظيفة وكل حاجة، بس مش نظيفة أوي. ليه بقى؟ الألواح الشمسية دي معمولة من إيه؟ من الكربون، صح؟ يبقى أنت عشان تنتجها فأنت برضه بتطلّع شوية كربون، معمولة من بلاستيك ومعمولة من سيليكا ومعمولة من مش عارف إيه، فهي إنتاجها برضه بيضر البيئة بنسبة صغيرة. الأزمة الحقيقية في التخلُّص منها بعد العمر الافتراضي، آه. دي مصيبة. دي حتّة بقى أنا ما جاتش في دماغي أصلًا، يعني دي إحنا مصيبة. أنا فاكر إن الدنيا حلوة أوي وفي شوية حاجات بسيطة وخلصت. لأ صعبة دي بقى، إزاي بعد العمر بتاع الخلية، يعني الخلية الشمسية مثلًا تشتغل لها كام سنة، 20 سنة، مثلًا، طب ما هي شوية بلاستيك وإزاز، لا ده بيتحلل ولا ده بيتحلل، آه. هنخلص منها إزاي؟ لسه طب ما فيش أبحاث؟ لأ لغاية دلوقتي لأ، ده فإحنا يعني إحنا عندنا إيه، جشع إن عايزين نتحول ونضبط ونعمل، بس إحنا قدّام كمان بقى مش 20 سنة و30 سنة إحنا لأ بنتكلّم في 40، 50 سَنة مثلًا، 60 سَنة. أكتر هتبدأ بقى الأزمة تزيد، آه. هيبان لأن في ألواح كتير مش عارفين نتخلّص منها. بالضبط كده. يا هندوّر على بديل نطلّع منه كهربا من الشمس بس بمواد مختلفة تانية غير الcommon اللي موجود دلوقتي، أو هنلاقي حل للتخلُّص من هذه النفايات، لكن آجلًا أو عاجلًا هتبقى أزمة. طيب خلّينا نقول إحنا دايمًا يعني كمصريين أو عامةً العالم دلوقتي يقول لك عيشني النهارده وموتني بُكرة. صح. خلّينا نتكلّم على ال10 سنين الجايين في مصر، الدنيا ماشية إزاي في اتجاه الموضوع نَفْسه؟ هل خلاص إحنا على وشك إن إحنا خلال ال10 سنين الجايين نوصل للنقطة دي والّا إحنا في ال10 سنين لسه هنكون لسه بنعمل الأبحاث اللي توصّلنا لده؟ في خلال 10 سنين في مصر إحنا عندنا كذا محور، حلو، المحور الأولاني تركيبة السكان نفسها، إحنا كمصريين مش سهل علينا التغيير، يعني من إن إحنا نغيّر الثقافة بتاعتنا من كذا لكذا صعب، ده الغاز بالضبط. الطبيعي لمّا قال لك هنركّب غاز طبيعي في العربيات، كان الموضوع صعب بالنسبة للناس وقال لك لأ هيبوّظ المَكَنة، لأ مش عارف،
فالتغيير نفسه صعب، فعشان تتحول من بنزين لكهرباء صعب، وعشان تتحول من كهرباء لهيدروجين صعب. لغايه النهارده الناس مش فاهمه يعني ايه عربيات هايبرد مثلا. انا بكلمك على العربيات لان ده عموم الشعب بيفكروا فيه. مظبوط. الناس كلها بيجي يقول احنا ما لك زلنا عندنا العربيات البيجو 7 راكب لغايه النهارده بالظبط القديمه. ولا قوي. احنا عندنا فالعقليه بتاعتنا مش سهل انها تبقى اوبن. احنا كمصريين كده مش مرنين قوي في تغيير افكارنا او تغيير توجهاتنا خالص جدا. فهنا بقى ال10 سنين دول مش هيأثروا في مصر كلها، هم هيأثروا في فئة معينة، ودول الأهم لأن هم دول اللي هيسوقوا فئة الباحثين والناس اللي مهتمة بالبحث العلمي. طب ده ما يخليش الواحد يشوف ان احنا متاخرين كتير وممكن نتاخر اكتر من كده؟ آه، ليه بقى؟ إحنا ما عندناش بنية تحتية للأبحاث، ودي مشكلة كبيرة. يعني الله يرحمه دكتور زويل لمّا جه وعمل مدينة زويل، كان هو ده اللي عايزه، كان عايز يحط أساس للبنية التحتية للبحث العلمي في مصر. إزاي؟ البحث العلمي فاكر أنت زمان لمّا كنا بندرس كان يقول لك أسلوب البحث العلمي، تفكر إزاي اللي هي الفكرة وبعدين مش عارف إيه خطوات التفكير طبعا. بالبحث العلمي. طب أنا فكرت وطلعت فكرة، ما لازم اختبرها، فبالتالي لازم يبقى عندي معامل مجهزة على أعلى مستوى الاختيار يعني لتجربة الأفكار دي. مظبوط. فده لغاية دلوقتي إحنا مش حاطين بصمة فيه، فلازم يبقى عندنا معامل. لو إحنا بقى بنتكلم إن فعلًا عايزين في خلال 10 عايزين سنين ننجز بس نفسنا عايزين ونجري. نجري. طب هنجري إزاي؟ هنجري إن يبقى عندنا معامل بحث علمي، هيحصل تطوير للتعليم إن الناس تبقى فاهمة إيه اللي اتغير في العالم. ما هو أنا ما ينفعش النهارده أذاكر مثلًا من مرجع معمول من سنة 60. لا طبعا. أنا كل ده اللي أنا باخده إيه الأساسيات بس. طب تطبيق النظريات دي وصل دلوقتي لغاية فين؟ أبحاثنا في العالم كله دلوقتي بقت لغاية فين؟ يعني لازم نبقى عارفين آخر الأبحاث العلم وصل لفين ونبدأ نكمل. زي ما انت مش بتقول كده ان احنا عايزين المشروعات اللي بتتعمل ان احنا نكمل عليها عشان ما بالضبط. نبداش من الصفر كل مره. طبعًا، لكن هتفضل تاخد الفكرة من الأول نمشي خطوتين لأ، مش هنوصل. فده أول توجه، إن ما لناش دعوة بإجمالي سكان مصر، لأ إحنا هنركّز مع الناس اللي عايزة تعمل فعلًا بحث علمي، ونوفّر لهم مناخ مناسب، ونوفّر لهم معامل مناسبة، دول اللي هيطلّعوا أفكار. هنفكّر في حاجة هنلاقي بقى إيه، إحنا محتاجين نعدّل بس فيها شوية، يعني طلّعنا الفكرة أهو جرّبناها، بس إحنا محتاجين والله مثلًا دي متعارضة مع قانون مش عارف إيه، هنبدأ بقى نضبّط القوانين ونبدأ نغيّر المفهوم تمامًا، ثم ناخد الكلام الحلو ده يبقى عندنا our own product، منتج مصري بتاعنا إحنا. يعني أنا فرحان جدًا على فكرة من قصة بتحصل لقيتي، إيه هي؟ موضوع العربيات، إن إحنا عندنا مصانع عربيات بتفتح. اكيد طبعا. يعني هنبقى زي المغرب مثلًا. المغرب خلّي بالك آخدة السياق ده من بدري يعني. على فتره حابة هيقوم جاي لك مصانع الكهربا. طب مصانع الكهربا دي عايزة إيه؟ عايزة بطاريات. فانت لازم بقى تعمل القصه. لازم يبقى عندي اللي أنا مش باصنّع البطارية. سهل إن أنت تصنّع البطارية، يعني هتقوم رايح جايب خط إنتاج من الصين وبتاع، ويبقى عندك مصنع تصنيع البطارية. مش ده اللي هيخلّينا متميزين. هيخلّينا متميزين إن إحنا نعمل أبحاث على البطارية نفسها، فنقدر نختار مواد وcomponent ويا حبذا لو موجود عندنا في الأرض. خلاص أنا هاطلّع من الأرض وأبدأ أعمل دراسات عليها إن أنا أخلّي البطارية دي كفاءتها أحسن وأبيعها. يبقى أنا أنعشت كام صناعة. أول حاجة طلّعت المعادن واستفدت بيها، فبدل ما هي كانت موجودة من غير قيمة دلوقتي بقى ليها قيمة. ثم أضفت إضافة كبيرة إن أنا بقى عندي patency أو عندي براءة اختراع في بطارية جديدة العالم لسه ما وصلّهاش، فبالتالي هيبقى أي حد هيصنّعها ليك حقوق استغلالها أو طبعا. استخدام يعني الكلام ده. ثم بقى عندي مصانع بتنتج. شوف الفايدة كلّها جات من إيه؟ من البحث العلمي. قيس بقى على كده كل حاجة. خلّيني برضه أسألك سؤال كده جه في دماغي وإحنا شغالين. أنا واحد عادي جدًا قاعد معاك، إحنا في podcast بس إحنا معانا ناس بتتفرّج علينا، أنا واحد منهم. هو المَيّة اللي إحنا هنستخدمها عشان نستخرج منها الحاجات دي، إمم. لازم تكون مَيّة حلوة؟ لأ. أصل إحنا خالص. عندنا مشكلة في المَيّة الحلوة زي ما أنت شايف كده في آه. إفريقيا والمشاكل والحاجات دي. طبعًا مصر بتحلّها بشكل يعني عبقري ويمكن بدبلوماسية شديدة، طبعًا. ولكن خلّينا نتكلّم إن إحنا الموضوع إحنا مش عايزين نقرّب من مَيّتنا، إحنا مش ناقصين يعني. بالضبط. أنت عندك المَيَّة المالحة، صح؟ خلّيك في البحر بقى. خلّينا في البحر. آه. ما هو موجود آه. البحر والسحاب ما هينزّل عندناش مَيّة مشكلة تاني لأ فالدنيا. والبحر تمام وزي الفل. إحنا أصلًا عندنا مشكلة إن منسوبه زاد بسبب ذوبان الجليد، فمنسوب البحر زاد. إحنا عايزين الH2O مش مش عايزين فارق شوية معانا. الملح اللي عليهم. معلش أنا راجل عادي وخايف على مَيّتي والنبي. شيل الملح. شيل الملح هي still H2O. يعني المَيّة ما بتغيّرش، ما بتبقاش H2O3.
ما هي زي ما هي H2O مش H2O2 مثلًا. فأنا عايز الH2O بس، طيب. ولو بقت H2O2 حلوة برضه على فكرة، يعني بقى ما هو فيها هيدروجين، أي حاجة فيها هيدروجين كويسة. طيب خلّيني أرجع ليك أنت بقى شخصيًا عشان الحتّة دي هتنقلنا لحاجات ليها علاقة بالناس اللي حابة تدخل المجال. آه. أنت النهارده في حاجات كتير حصلت معاك في أيامك وفي حياتك وفي مشوارك ما بين إن أنت العلم والbusiness والنموذج، فعندنا علم وbusiness ونموذج، بس عندنا finance لازم في حد هيموّل. صح. فالدنيا دي كانت بتبوظ، فأنت في أوقات كنت بتشتغل وبعدين تُقف وبعدين تروح تشتغل شوية في مكان آه. وبعدين ترجع لأبحاثك تاني بفلوسك تصرف فلوسك فترجع تشحت تاني صح. فترجع تشتغل تاني. الحتّة دي كنت بتmanage أو بتدوّر الحكاية دي إزاي، بتدير الحكاية دي إزاي؟ إن أنا عايز أعمل كده بس. ما أنت عايز فهي دي خلاص خلاص أنت خلصت؟ ما هو دلوقتي ممكن جدًا إن واحد يبدأ الطريق فيلاقي إن هو معقرب، فيقول لك لأ أنا ف مش هاكمّل، فخلاص. أو إن يندم، وده الأصعب، إن أنت بعد ما تقول مثلًا أنا هاشتغل في الحتة الفلانية وخلّينا نبعد بقى عن الهيدروجين خلّينا نتكلم كbusiness عمومًا، واحد عايز يبدأ مشروع، فقال لك أنا والله بافهم في الحتة دي، وهنا دي أول حاجة إن أنا لازم أكون بافهم في الحاجة اللي أنا داخلها، يعني مش هاروح مثلًا أجيب مصاصات، أنا مش بتاع مصاصات ما مش هاعرف. أكيد. فلازم تخش في حاجة أنت فاهم، وهتجرّب فيها، وهتخسر، وهتفضل تخسر، وهتصادفك صُدفة هتنجّحك، بعد كده ممكن تخسر تاني، ده الطبيعي. لو أنت مش فاهم الحدوتة دي، ما تخشش. طب أنا مش باحب الخسارة. ما فيش حد ما بيحبش الخسارة، عمر ما حد هيكسب إلا أمّا يخسر. طب ماشي، ما أنا لو خسرت هاقع. هتقوم تاني والّا لأ؟ ماشي، بس ما هو الواحد هيبقى تعبان ونفسيته تبقى متدمرة عمرها ما تتصلّح إلا لمّا هتقوم. يعني لمّا أنت هتخسر ما فيش حد بيحب الفشل خالص، وطعمه وِحِش جدًا، بس لمّا هافشل يا إمّا هاخد خسارتي وفشلي كده وأقعد على جنب، وأقول خلاص أنا مش هاكمّل في الموضوع ده، والموضوع ده صفحة بالنسبة لي وقفلتها، أو إن هارِست كده مع نفسي، وبعد كده أرجع أشوف أنا غلطت في إيه، أنا غلطت في كذا لمّا عملت، وغلطت لمّا صممت، وغلطت لمّا مش عارف حطيت هنا مكان هنا، أو إن أنا اتهوّرت في الحتة دي، أو عملت في الحتة دي. طب عشان نضبّط بقى الحاجات دي أنا محتاج plan. طب فلو بتتكلم كbusiness أهم حاجة أحُط نُقط، النقطة رقم 1 أنا مثلًا محتاج تمويل قد كده عشان أبدأ أول step. طيب التمويل ده هاجيبه منين؟ هاشوف بقى، فيا إما مستثمر هيخش معاك يقتنع بالفكرة اللي أنت بتطرحها، فهيبدأ إن هو يموّلك، أو إن أنت هتخاطر لو أنت معاك فلوس عايز تبدأ بيها حلمك ومؤمن أوي بفكرتك إن حتى لو راحت فابقى أنا فعلًا عملت اللي عليَّ، أو هتدوّر على شراكات. خلّي بالك يعني إن أنت تجيب فلوس للbusiness بتاعك مُعتمد على إقناع الناس بفكرتك، بس لازم يكون في وصول من البداية قبل الإقناع حتى. لازم تكون أخدت استباية إمم. على الأقل. عشان يعني تقدر تتكلم بيها. طبعًا، ما هو أنا دلوقتي مثلًا قاعد أتخيّل حاجة في دماغي، طب الحاجة اللي أنا لمّا آجي أعملها بقى على أرض الواقع، هالاقي إن أنا ما نسيت مثلًا إن في مسمار لازم يركب هنا، لأ ده لو أنا باعمل part مثلًا أو باعمل مكنة أو باعمل أي حاجة، نسيت إن في هنا لازم مسمار، اكتشفته إزاي؟ لمّا جرّبت. مضبوط. فعلى الأقل لازم يبقى عندك model، في model موجود أنا أقدر أسوّقه للناس، ده جرّبته، ده ما جرّبتوش، ده لسه بافكّر فيه، ده مخطّط له، يبقى أنا عندي حاجة على أرض الواقع أقنع بيها الناس وأقنع بيها المستثمرين إنها تخش معايا، عندي نموذج عارضه وشغّال فعلًا وخلاص يعني هو موجود مش حاجة في درب الخيال، وعندي خطوات، أنا الفترة دي إن شاء الله هاعمل كذا، ولو زاد رأس المال هاعمل كذا، وبعد كده ممكن نشترك في كذا، وبعد كده نعمل كذا، لو في خطة واضحة لأ هتخش. دخّل لي في الكلام ده فريق العمل، بُص عشان أهم نعرف المغاربي اللي بيعمل إيه معاك. باوجه تحية للمغاربي اللي قدام الكاميرا بقى مش معاه، تحية كبيرة ليه، طبعًا هو ما جاش النهارده بس هنجيبه مرة تانية. صح. أهم حاجة في الbusiness عمومًا يعني الone man show ده بيفشل إمم. خالص، يعني ما فيش حاجة اسمها أنت بتعمل كل حاجة، أي حد بيعمل كل حاجة بيفشل في كل حاجة، وساعتها بقى دي ما لهاش لمّة، يعني مش وقعت هنا ووقعت هنا ووقعت هنا ووقعت هنا أبدأ أشوف أنا غلطت هنا فين وغلطت هنا فين، لأ خالص. هتسيح منك هي كأنها سلسلة، أحمد بيعمل دوره صح، محمد بيعمل دوره صح، ركبوا مع بعض، ده عمل دوره وهكذا، يفضل الحلقات دي تتجمّع مع بعض، الbusiness ينجح أو يفشل، فهي دي النقطة، كل واحد بيقوم بدوره وبنستشير بعض، يعني واحد متخصص في الmarketing مثلًا، طيب أنسب طريقة للmarketing إيه؟ هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، حد متخصص في المشتريات، إحنا هنقدر عندنا ده بقرش وعندنا ده بقرشين، طب إيه الفرق؟
ده وكذا وده وكذا، طب إزاي نقدر نجيب 3، 4 عروض مثلًا ونتفاوض في ال3، طب لو زوّدنا الكمية، طب لو عملنا مش عارف إيه، طب هنبدأ النهارده بالحتّة دي، هنبيع كذا، ولأ مش هينفع إن إحنا نبيع دلوقتي لأن السوق مريّح، أو في بضاعة البضاعة دي مثلًا مستوردة وفي أزمة في الدولار أو كده، فمش عارفين إن إحنا نوفّر دلوقتي فمش هنعملها، فبيبقى في متغيّرات كتير جدًا، المتغيّرات دي مبنية على الأشخاص، ما فيش حد يتدخّل في خبرة حد، ده بيفهم في الحتّة دي خلاص أنت خلّيك في الحتّة دي، لازم. ومع الوقت كل ما أنت بتقلل مسؤولياتك كفرد وبتدّيها لحد qualified إن هو يسوقها، طبعًا. الدنيا بتنجح. موضوع الdelegation ده بيفرق معاك. ممتاز، طبعًا. بس في ناس طبعًا. ده يقول لك أنا ما باقدرش أعمل حاجة، يعني ما اقدرش أدّي لحد، لأ أنا لازم أشتغل بنفسي، عايز أعمل الحاجة بإيدي. لو ما وثقش في الناس اللي معاه إن هم شطّار وإن هم هيعملوا الحتّة دي، يروح يقعد في بيته بقى. ومش هتعرف أنت تفوق للي أنت تبدع، يعني ما هو في النهاية إيه، لو أنت بتتاجر في حاجة تقليدية عمومًا، يعني أنا شغّال في حاجتين، يعني أنا شغّال في المقاولات والقصة دي، الاتنين لازم يبقى فيهم إبداع كل شوية، لازم تفكّر، لو دماغك دي ما عادتش تفكّر إن أنا هاخد من هنا حاجة وأضيف لها حاجة وأبيعها، أو إن أنا هادوّر بشكل معيّن أو هالعب اللعبة دي بشكل معيّن، مش هتقدر تثبت حاجة. طيب قبل ما نختم يا جماعة لازم نقول إن النجاح مش حاجة بسيطة، مش حاجة سهلة، ولكن في نفس الوقت مش صعب، بس هي الفكرة كلها إن إحنا نفكّر. القعدة على القهوة مش هي اللي هتجيب لك النجاح ومش هي اللي هتخلّيك مبسوط، ولكن في نفس الوقت كل حاجة لازم يبقى لها توقيتها. النجاح لازم سعي وشغل، شغل، 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 مش شرط إنك تبقى شغال زي ما بيقولوا إيه sorry يعني زي الحمار في الساقية، أهم حاجة إنك تكون عارف بتعمل إمتى وفين وإزاي، عشان ممكن تبقى عامل مجهود كبير جدًا في الآخر على الفاضي. عمومًا كان معانا الباشمهندس النهارده بيتكلم معانا عن إزاي إنه بيعمل اختراع جديد وبدأ ونجح وفشل واشتغل وبنى حاجات كتير من الصفر، ورجع لآخر نقطة إن إحنا بنعمل فريق وبنبدأ نشتغل حتى لو الموضوع هياخد 10 سنين، هيقعد 20 سنة، بس أنا بدأت زمان وباكمّل دلوقتي وحتى لو في اتجاهات مختلفة المهم إن أنا أنجح. باشكرك يا باشمهندس، وأتمنى تبقى معانا طبعًا، إحنا اتفقنا في جزء تاني إن إن شاء شاء الله. الله. لأن في نُقط كتير هتتوضّح من ناس كتير عايزين يعرفوها وعايزين يفهموها، وأتمنى من المسؤولين عن الدولة وعن الحاجات الخاصة بالبحث العلمي إن إحنا نركّز على ده، لازم نركّز على ده، ولازم نركّز على الحاجات اللي ليها علاقة بالمستقبل، وناخد من الناس اللي من تحت خالص الطلبة، لغاية الناس الباحثين زي باشمهندس محمد عكاشة والفريق اللي معاه، لغاية ما نوصل بإن مصر تبقى رائدة في الكلام ده كله زي ما هي رائدة في حاجات كتير. باشكركم، وإن شاء الله استنونا في حلقة جديدة من بودكاست معرفة.